الكوبايه دي كان نفسي اصب فيها الصراحه. بصوا الجمال. نسقع بقى يبقى مشبر كده وطعمه جميل. بصوا الحلويات شايفين. كمان عشان الحر برضه الموسم بره. دي بقى كوبايه تنفعكم بقى في الموسم الحر الشنيع اللي احنا فيه ده. بصوا الجمال. بصوا الجمال طبيعي. يعني عايزاكم بقى تجربوه. عصير العناب دون بجد حلو جدا، ويعتبر سعره على قد الايد، صح؟ يعني عاملينه بجنيهين مش بحاجه. لو اشتريتوه من بره المنظر ده كده هتلاقوا هتدفعوا فيه مبلغ وقدره. مش هتلاقي نفس الكواليتي ده كمان. طبعا. تعالوا بقى شوفوا الحلاوه دي تتعمل ازاي، ونقول بسم الله وعلى بركه الله ونبدا. يلا هيتعملوا بقى النهارده بمكونين اللي هم ايه؟ كركديه والتمر. هات بقى يلا. طبعا عارفين فوائد الكركديه. تمام. فوائده جميله جدا جدا جدا، وراحه للنفس وبيهدي الاعصاب. مظبوط. اهو ده شكله اهو. ده بيتجاب طبعا من عند العطار، اسمه كركديه. ده تمرين حطي برضه من جزء عليه عشان يديله مزاج وطعمه برضه. اهو ده اسمه تمر هندي برضه، بيتجاب من عند برضه العطار، بس اهم حاجه لازم تجيبوا نوع نضيف. اهو ده. طبعا الكركديه بنديله شطفه بس بسيطه كده تحت الميه عشان خاطر الشوائب اللي فيه. تمام. ميه ساقعه، ميه عاديه من الحنفيه. تمام كده احنا شطفناه شويه ميه عشان ينزل منه الرمل والتراب واي شوائب. هنحط الاول المكون بتاعنا طبعا كركديه. اوكي. وهناخد جزء تمر هندي. اهي دي الميه كده. طبعا هنحط تاني. اكيد هيحتاج تمر. هنعملها ميه ونجيلكم. ده بقى عصير العناب، هننقعه هنسيبه كده في المحلول كده منقوع كده في البهاريز بتاعته دي المنقوع. هما في ناس بتغليه، بس هو الاحلى ان هو يتنقع، صح؟ لا اللي هو حلو ده. الاحلى اللي هو ينزل فوائده كده وحاجته الحلوه كده ان هو يعني. يبقى على الهادي كده. بيتنقع. ده اسمه بقى عصير عناب. بس بكره بقى والله بيقولوا عليه عناب. الكركديه بتعملوا ده اسمه كركديه وتمر، بيقولوا عليه عناب. كركديه وتمر. بيقدموه في المطاعم بقى بعد ما هم بيقدموه بيحطوا فيه يعني سنه موارد، صح؟ موارد. بيبقى طعمه تحفه برضه. هنغطي بقى عليه وننقعه ونتقابل بقى ان شاء الله بكره كده، واحنا بقى بنعمله مع بعض باذن الله ان شاء الله. واهو تاني يوم اهو النهارده. بصوا قلب عاطفه. بصوا لونه بسم الله ما شاء الله، اصلا بيبقى حلو قوي والله العظيم. جربوه بجد هتلاقوا نفسيتكم هديت شويه. بصوا عامل ازاي. تعالوا بقى لما نصفيه وشوفوا بنصفيه ازاي. يلا نصفيها ازاي يا عاطفه؟ مصفى وحله وشاشه، اي حاجه عندكم يعني. ايه ممكن تنفع شاشه يعني. مش لازم تكلفوا نفسكم حاجه كتير يعني. كده كده دي هتتصفى منها. ايوه تنزل طبعا. ماشي. اي تيشيرت قديم، اي حاجه ما بتستخدموهاش صفوا فيها. واهم حاجه بس يكون المصفى من تحتها وعلبه تانية. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. وها هنا بالراحه واحده عشان لونه جامد جدا. هو يجي على الهدوم، عشان لما بيجي على الهدوم ما بيطلعش. هنلم الشاشه كده بالراحه واحده. تمام كده واحده. صفي كل اللي فيه كده بالراحه. بس عايز اقوى شويه. لازم بقى الشاشه دي انتوا ممكن تعملوها طبعا بالمصفى بس طبعا لا، بيبقى في مثلا شوائب صغيره خالص ممكن تنزل فيه. بصوا صافي بسم الله ما شاء الله، ما فيهوش اي شوائب خالص. نقي. لا فكر. الوصفه دي بقى الزبد كلها. ده بقى لو عايزين تحلوه بعسل نحل، بسكر ستيفيا، بسكر عادي، براحتكم خالص. يعني ممكن تحطوه كده في الثلاجه، في ازاز في الثلاجه من غير ما تحلوه. ممكن احنا بنحطه محلي، يعني احنا بنحليه ونحطه. وها هنا وصل. بصوا الحلاوه، بصوا الجمال، بصوا منظر. هوريكم بقى دلوقتي كده كمان. بصوا الكوبايه دي كان نفسي اصب فيها الصراحه. باينه ولا مش باينه؟ مش باينه، صح؟ انا امسكها وباينه. حلوه. بصوا بقى الكوبايه دي بتحط فيها الحاجات الساقعه بس. بصوا الجمال.
نسقع بقى يبقى ايه مشبك كده وطعمه جميل. بصوا الحلويات شايفين. كمان عشان الحر برضه الموسم برضه دي بقى كوبايه تنفعكم بقى في الموسم الحر الشنيع اللي احنا فيه ده. بصوا الجمال، تطري وليها فوائد كتير تعمل تش. ايوه وكمان فوائدها كتيره جدا. وايه تاني قول كمان. كل حاجه. بصوا الجمال طبيعي يعني. عايزاكم بقى تجربوه. عصير العناب ده بجد حلو جدا، ويعتبر سعره على قد الايد صح. يعني عاملينه بجنيهين مش بحاجه. لو اشتريتوه من بره المنظر ده كده هتلاقوا هتدفعوا فيه مبلغ وقدره. مش هتلاقي نفس الكواليتي ده كمان. طبعا. والنظافه. عايزاكم بقى تجربوه. اهم حاجه ما تنسوش لو وصلتوا هنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. I love you.